خريطة القدر، يعني أنا أول مرة بصراحة أقرأ أو أدرس منهج زي ده، وبعتبره من أهم منهج الحياة. وبتمنى إنه يكون منهج أساسي يدرس في التعليم، لأن هو الملخص كله بتاع علوم الحياة كلها الحياتية، اللي كلنا دلوقتي مثلا احنا بندخل ولادنا مناهج معينة بحيث ان هو يبقى كذا عشان يبقى كذا، لكن ده الملخص كله في تعليم الحياة. ودي بجد انا بناشد فيها وزير التربية والتعليم ان هو لازم يكون خريطة القدر دي منهج اساسي في التعليم، هتغير من حياة الناس كلها للأحسن. زي ما أنا شفت بصراحة، وشرح مستر أحمد كان شرح مبسط جدا مفهوش أي صعوبة، واللي مش يعني هو بيبقى الإدراك في الأول بيكون يمكن صعب شوية، ولكن هو بيفصص لنا كل حاجة موجودة فيها فيزياء وفيها حاجات كتير، روحانيات وإدراك ووعي، دين، كل حاجة موجودة في خريطة القدر. وأنا بحمد ربنا جدا، لأن دي كانت دعوة من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني دعوة لي من ربنا إن أنا عايزة طريق الحق. وكنت دايما أسأل نفسي أنا ليه مخلوقة أصلا، بصرف النظر ان احنا اساسي ان احنا لازم نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا مسؤولية كبيرة ولادنا. طيب وبعدين مثلا هي دي الرسالة اللي انا موكلة بيها؟ لا، انا جوايا حاجة اكبر من كده بكتير، انا عايزة اخرجها، مش عارفة ايه هي. فربنا جعل خريطة القدر سبب في ان انا اعرف انا مين وجاية هنا ليه، ويعني ايه يعني خليفة. تفصيص كلمة خليفة، وعرفت ان انا جوايا قدرة كبيرة جدا واقدر اعمل كل حاجة. كنت دايما اسأل نفسي طب الناس اللي بتعمل التكنولوجيا دي طب ما عندهم عقل زي عقلي، طب انا ليه كده؟ فكنت دايما يعني بجد ربنا يعلم ان كنت دايما اسال ربنا سبحانه وتعالى ليه انا ما اكونش زي دول، ايه اللي بيفرق عني وعنهم؟ هو عقل، نفس العقل، طب ايه اللي فرق؟ طب انمي ده ازاي؟ فلقيته الحمد لله رب العالمين في خريطة القدر. وبشكر مستر احمد جدا جدا جدا، لان هو انسان صادق في كلامه معانا، وهي رسالة لي، وربنا يوفقه إن شاء الله وينفع بيه. هو كانت اداني بقى، هي كانت الركلة الأخيرة اللي أنا عارفة كل حاجة ولكن مش عارفة أوصلها إزاي أصلا. طب أبدأها منين؟ أعمل إيه؟ فالحمد لله رب العالمين كان سبب، وربنا يجعله سبب لكل الناس إنها تفرق مع الناس كلها. والله خريطة القدر دي، وللمرة التانية أنا بتمنى إن هو يكون منهج يدرس من ضمن مناهج التعليمية، وهو أهم منهج حياتي، ويعني ماسك زي ما يقولوا كده العصاية من النص للحياة الدنيا وللآخرة إن شاء الله بإذن الله. وربنا يوفقه ووفقنا جميعا، وصلنا لطريق الحق. جزاك الله عنا خير يا مستر أحمد، وربنا ينفع بيك ويجعلك من المصطفين الأخيار.